السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم بوصفة البسبوسة، حاجة كده تحفة، مفيش أجمل من كده. بسر البسبوسة الخطيرة المرملة اللي احنا بنجيبها من بره، اللي بتبقى دايبة دوب ومش عارفين ايه سرها. انا جبت لكم نفس السر بتاعت المحلات اللي احنا كلنا بنبقى هنموت عليها وعايزين نعمل زيها. حاجة كده ان شاء الله لازم تبقى موجودة على سفرة العيد، كل سنة وانتم طيبين. حاجة كده خيال. انا رانيا ودي قناتي، لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش اللايك والاشتراك. هنبدأ اول حاجة بالكراميل اللي هنعمله، هو ده السر معانا النهاردة. نص كوباية سكر، عليها معلقتين من المية ومعلقتين من العسل الابيض او عسل الجلوكوز، لو موجود ده او ده براحتك، سواء الجلوكوز او العسل الابيض. انا كان عندي ابيض ما عنديش جلوكوز حطيته. هو ده السر بسبوستنا النهارده، نص كوبايه سكر، معلقتين ميه، معلقتين عسل ابيض او جلوكوز، هو ده سرها. اول ما تبدا السكر يدوب من الحروف، ما بحطش فيها معلقة ولا اي حاجة خالص. اول ما يبدأ يدوب بقلبه تقليبة كده بايدي، برجها بس كده وخلاص. اول ما السكر يدوب معايا تماما وتاخد اللون الكراميل الحلو ده، مش عايزاه غامق علشان ما يمررش معايا، حط عليها كوباية الا ربع من السمنة او الزبدة، وبعدين بضيف عليها نص كوباية حليب، وافضل اقلب فيها، لانه طبعا اول ما بحط حاجه عليها بيحجر معايا لحد ما يدوب تماما. هنا هجهز الشربات بتاعي، كوبايه ونص من السكر، عليها كوبايه ونص من الميه، لان طبعا الشربات بتاع البسبوسه لازم يبقى خفيف. دلوقتي هحطه على النار، والخليط بتاع البسبوسه بتاعي جاهز معايا. نص كيلو من السميد، عليه كوبايه الا ربع من جوز الهند، جوز الهند زي ما انت عايزه، ومعلقتين من البيكنج باودر. واحط الصوص بقى اللي انا عملته الكراميل على الحليب على السمنه. هو ده سر البسبوسه بتاعتي، ان هي تبقى مرمله ودايبه دوب معايا، وفي نفس الوقت تبقى ماسكه نفسها وبتدوب في البق. هو ده السر بتاع البسبوسه الخطيره اللي احنا بنجيبها من بره. معايا هنا الصينيه مقاس 26 تقريبا، لو انت عايزاها مرتفعه، عايزاها بسمك اقل معاكي 28 او 30. الصينيه بتاعتي دهناها معلقه سمنه، مش بحب اضيف فيها ورقه زبده صراحه، بحب احطها على طول كده في الصينيه، بس انت براحتك على حسب الصينيه بتاعتك. وبفردها كويس جدا واخليها مستويه كلها سطح واحد، مش عايزه فيها مطبات عشان تاخد نفس السوا بتاعي. انا كده كنت مشغله الفرن وانا بشتغل على اعلى درجه. اول ما تبدا تدخل الفرن ههديها على درجه حراره 160 170، علشان مش عايزاها تلسع من غير ما تستوي، تاخد سوا كده براحتها. هنا الشربات بتاعي اول ما بدأ يعمل رغوة كده، اضيف عليه عصرة ليمونة، واضيف عليه معلقة صغيرة من الفانيليا، وكده خلاص هو كده جاهز. وكده البسبوسة بتاعتي طلعت. اول ما استوت من الحروف بتاعتها، شغلت الشواية وخدت اللون الذهبي التحفة ده. البسبوسة سخنة والشربات سخن علشان تتشربها. حطيت الشربات بتاعي، دلوقتي سبتها لحد ما تبرد تماما علشان اعرف اقطعها. سيبيها تبرد براحتها خالص، ما تستعجليش عليها. انا بصراحه بحبها مقرمشه، فسبتها زياده في الفرن، انت زي ما انت عايزه. ما خدتش معايا في الفرن حوالي تلت ساعه، براحتك. وزينيها بزي اي حاجه متاح عندك. انا ما كانش متاح عندي غير الفول السوداني. الفول السوداني عندك بندق، عندك فستق، عندك لوز، زي ما انت عايزه. انا بصراحه ما كانش متاح عندي وقتها غير كده. مش ما بتحبهاش بالتزيين خالص، يعني ولادك بيحبوها ساده او جوزك بيحبها ساده، او انت مش بتحبي الحاجات دي التزيين او كده، براحتك ما فيش اي مشكله. بس يعني احنا عايزين نديها منظر حلو، حاجه كده ما شاء الله، يعني تاكلي حاجه بالهنا والشفا، دايبة دوب ومرملة ومكرملة زي ما انت عاوزة. حاجة مفيش أحلى من كده، ولا في أبسط من كده، ولا في أخف من كده. حاجة تحفة جدا، مفيش أجمل ولا أبسط ولا أحلى من كده. اما هنا كانت البسباتيولا التانية كانت بتقطع معايا وبتهريها، جبت المقصوصة دي بتطلعها معايا ابسط. لان هي برضو انا ما سبتهاش تبرد خالص، انا كنت مستعجله عليه. ان انا بقولك سيبيها تبرد تماما علشان تاخدي منها حرف مقرمش، وتاخدي منها بسبوسه مرمله وماسكه في نفسها، حاجه كده من الاخر. مستنيه تعليقاتكم ومستنيه تجربوها، وان شاء الله تقولي رايكم.